نهاية أرخص كارت شاشة من انفيديا، وتفاصيل جديدة وأخيرة عن ال 4070، وجهاز جديد من سوني، ودي حلقة جديدة من الخلاصة. وقبل ما نبدأ في حاجة محتاجك تعملها لايك، ورأيك لو كنا نكمل في حلقات الخلاصة ولا نستبدلها بسلسلة حلقات تانية ولا نعمل الاتنين مع بعض. كلنا عارفين الجي تي اكس 1650 ارخص كارت شاشه ممكن تشتريه لتجميعتك الجديده على حسب الدولار بقى، او هيبقى عامل كام. كارت على قديمه، لا فيه ري تريسنج ولا دي ال اس اس، حاجه كده على الله حكايتها. بس بدايتك لو انت عاوز تلعب العاب اي سبورتس او العاب تريبل اي على 1080 بي بمعدل فريمات كويس، ده لو انت هتشتري تجميعه جديده مش هتخش في سوق المستعمل. الاعدادات في بعض الالعاب مش هتكون اعلى حاجه، وده بسبب ان الكارت قديم حبتين وراماته 4 جيجا، وده ما بقاش مناسب بالنسبه للالعاب دلوقتي. في ناس بتقول لك كمان ان 6 مش مناسب، ومع كل ده لا زالت الناس بتقتنيه. اهو الكارت ده وصل لنهايه الطريق. انفيديا اعلنت داخليا لشركائها عن نهايه الاستوك من شريحه التي يو 117، الشريحه المستخدمه في كارت ال 1650، وان بدايه من نص شهر ابريل هيكون في تعديلات على مواصفات ال 1650، بمعنى ان مواصفات الفئه السعريه دي هيتم تعديلها، ولكن ان الفئه السعريه دي تختفي تماما من السوق دي هتكون صعبة شوية. انت ممكن تشوف كارت زي ال 1650 كارت ضعيف وقديم مقارنة بالاجيال الحالية، ولكن الكارت ده ليه صيت عجيب على ستيم وعلى السوق الصيني. فالسؤال هنا، لو انفيديا لغت الكارت ده على الاقل هتستبدله بمين؟ على حسب الاعلان من داخل انفيديا ان هيتم استبدال شريحة التي يو 117 بشريحة التي يو 106. شريحة التي يو 106 دي هي شريحة الفئة المتوسطة من انفيديا في كروت الار تي اكس 2000، وبالتحديد كروت ال 2060. يعني من الواضح ان انفيديا ممكن تعمل كارت ار تي اكس بسعر اقل من 250 دولار، لان اقل كارت ار تي اكس من جيل ال 3000 هو ال 3050، وده بيبدا من 250 دولار، واقل كارت ار تي اكس من جيل ال 2000 لحد دلوقتي في الخدمه هو ال 2060، وهتلاقيه بيبدا من 300 دولار. فمش هينفع ان انا لما اجي اعمل جهاز اقتصادي ابدا من 250 دولار. اقتصادي ده اللي هو 500 دولار، 250 دولار دولت نص ميزانيه التجميعه كلها. فالكارت بنسبة كبيرة ممكن يكون اسمه 2050، والاسم ده اكيد مش غريب عليك، ده الكارت اللي اعلنت عنه انفيديا بنفس معمارية جيل ال 2000 بمواصفات اقل شوية، ولكن في اجهزة اللابتوب فقط لا غير. ليه ممكن انفيديا تعمل كده؟ من الاخر انفيديا هي الشركة المسيطرة على سوق كروت الشاشة حاليا، وكروتها هي الاكثر مبيعا وشهرة مقارنة بالمنافسين، وده مش كلامي، ده على حسب احصائيات ستيم الاخيرة. في الغالب اللي هتعمله انفيديا انها هتبدا تنقل كروت الجي تي اكس لكروت الار تي اكس، بس المهم ان الاسعار ما تعلاش. يعني ما عندناش مشكله في المواصفات، بس الاسعار لا. في 2013 سوني قدمت لنا البي اس 4 او الجيل الرابع من اجهزه بلاي ستيشن، وكالعاده الاطلاق الاول بيكون للاجهزه الفات او التخينه اللي بيكون دايما فيها مشكله في التصميم بتاعها، زي مثلا ان الجزء اللي بيلمع بيتجرح بسرعه في البي اس 4 فات. في 2016 قدمت لنا البي اس 4 سليم، نسخه ارفع مط، مفيش جزء بيلمع، مفيش تجريحات، بنفس المواصفات واقل كمان في استهلاك الطاقه. في نفس السنه في 2016 تزامنا مع الاعلان عن النسخه السليم بقى عندنا نسخه اعلى من حيث المواصفات والاداء والسعر، والمعروفه لينا بالنسخه البرو. اي منتج عايز تعمل منه حاجه عاليه سميه برو، برو ماكس، برو بلس، اللي انت عايزه. بقى عندنا لاول مره كونسول يقدر يقدم تجربه قريبه من تجربه الالعاب على 4K. من بعد البي اس 4 برو ما بقاش فيه اي اعلانات تانية عن اجهزه من الجيل الرابع، لا اجهزه اقل ولا اخف ولا حتى اسرع. جه بعدها البي اس 5 اللي تم اطلاقه في 2020، وده جيل مختلف تماما. 2020 وقت وباء كورونا، وقت الطلب الكبير على اشباه الموصلات، ومصانع بتشتغل باعداد عماله اقل، ونقص في خامات التصنيع، والحرب بين اوكرانيا وروسيا بعدها، وقبلها مشاكل ما بين امريكا والصين. تقدر تقول ان الاجيال الجديده كلها جت في وقت غلط. في الجيل الخامس سوني اكتفت بنسختين، واحده ديجيتال والثانيه بي دي في دي. لحد دلوقتي يبقى عدى تقريبا على اطلاق البي اس 5 3 سنين الا كام شهر. يعني من المتوقع اننا في خلال 2023 او في بدايه 2024 يكون عندنا نسخه جديده اعلى من جهاز بلاي ستيشن 5، وده على حسب تسريب طلع من على لسان توم هندرسون اللي بيقول ان سوني شغاله في الوقت
الوقت الحالي على نسخه اعلى من جهازها بلاي ستيشن 5، ويقال انها ممكن تكون اما نسخه برو او يتقال عليها جين 2 اي الجيل الثاني، ووارد ان يكون في منه نسخه سليم كعاده سوني، ولكن المرجح انه لا، لان مفيش حد اشتكى من حجم جهاز بي اس 5. هو طبعا كبير حبتين بس يعني محدش اشتكى او محدش عارف يشتريه. المهم ان النسخه البرو مش معروف مستوى المواصفات فيها هيكون عامل ازاي. التكهنات بتقول اداء افضل من حيث المعالجه البصريه على 4K 60 FPS، وتحسينات في اداء تتبع الاشعه. الاعلان على حسب كلام توم هيكون في شهر يونيو 2023، ده نفس الشهر اللي هيكون فيه مؤتمر خاص بسوني تتكلم فيه عن مشاريعها واجندتها الجديده، وممكن يكون البي اس 5 برو من ضمن الاعلانات دي او البي اس 5 جين 2، بجانب ان ممكن يكون عندنا جهاز جديد من جيل اجهزه البي اس فيتا، بما ان ترند الهاند هيلد جيمنج ديفايس ابتدى ياخد منعطف جديد من بعد ستيم ديك، ومؤخرا اللي اتضح انه مش كدبه ابرير لحد دلوقتي الار او جي الاي من ايسوس. دي هتكون اخر مره هنتكلم فيها عن تسريبات تخص ال 4070، وهنبدا في تسريبات الكروت الاقل ان شاء الله من الاسبوع اللي بعده، لان على حسب تسريبات فاتت ان الاسبوع ده هيكون اسبوع الاطلاق الرسمي، وان مش بس هيكون اطلاق او اعلان، ده كمان هيكون اسبوع التوافر للكارت الجديد. الاطلاق على حسب التسريبات متقسم لمرحلتين، مرحله الكروت القياسيه الفاوندرز اديشن ومرحله الكروت الاحترافيه. فان صح اي كلام من ده هيكون عندك اداء في 12 ابريل واداء في 13 ابريل على حسب الميديا استلمت انهي كارت. خلينا نقول ان في جانب كبير من التسريبات دقيق جدا، زي ان في كارت فعلا 4070، وده بسبب ان انفيديا بالغلط اعلنت عن الكارت الجديد لما بينت اداء ميزه ريفلكس اللي هتكون موجوده في لعبه كاونتر سترايك 2 وقت الاطلاق. واللي ياكد ده هو انتشار تسريبات النسخ الاحترافيه، والتسريب ده بياكد على نقطه اتطرحت قبل كده تخص منافذ الطاقه. كانت قال ان النسخ مكسوره السرعه مصنعيا هتكون بمنفذ الطاقه الجديد ال 16 بن، والنسخ الغير مكسوره هتشتغل على منافذ الطاقه القديمه ال 8 بن، ومن الواضح انه هيكون منفذ واحد فقط لا غير. يعني نقدر نقول ان النسخه مكسوره السرعه ممكن عادي تعدي او توصل لحاجز ال 200 واط، ده لو انت دايس على وش الكارت. انما النسخ الغير مكسوره السرعه هيكون اخرها 150 واط، وده بيتاكد من تسريب اكتر من نسخه لكارت ال 4070 في شكله الاحترافي. بس ايا كانت النسخه فاحنا السعر هيبدا من $600، يعني $200 اقل من ال 4070 تي اي، وبنفس سعر ال 3070 تي اي، و$100 اغلى من ال 3070. يعني نتوقع اداء اعلى من ال 3070 تي اي، مش معروف لحد دلوقتي قد ايه، وجاب اداء بينه وما بين ال 4070 تي اي هتكون كبيره، لان فرق السعر هو 30%، وده رقم مش قليل. انت بقى يا عزيزي توقعاتك ايه للكارت ده؟ وشايف ان $600 سعر كويس او عادل ولا سعر عالي؟ لان من الواضح كده ان الفئه المتوسطه من بعد كده مش هتكون فئه متوسطه ان فضلت اسعار الكروت في ارتفاع مستمر، او بالبلدي كده لو انت عاوز كروت اسرع محتاج تدفع اكتر. يوم 12 او 13 مش بعيد، كلها الكام يوم الجايين ونشوف اداء ال 4070. لو سعيد الحظ هتشوف حلقه مني عن اداء الكارت الجديد، لو مش سعيد الحظ هيكون عندنا حلقات اكتر سواء مراجعات تجميعات او حلقه جديده من حلقات الخلاصه اللي هستنى اعرف منك ان كانت هتنزل كل اسبوع ولا لا. لايك طبعا لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، خد لك بص على الديسكريبشن. لحد الحلقه اللي جايه، سلام.